وده معناه ان ابراهيم ايامه بقت معدودة في الدنيا. والأسوأ بقى من ده كله ان عباس حلمي هو اللي هيورث العرش في مصر، ودي في حد ذاتها كانت كارثة على محمد علي. تخيل ان كل اللي عملته في حياتك انت مضطر ان انت تديه لواحد من احفادك ولا بتحبه ولا هو بيحبك. وبغض النظر بقى عن الحب، فمحمد علي كان شايف ان عباس حلمي كسول متراخي لا يصلح لشيء. وبصراحة كان عنده حق، لان عباس حلمي كان واحد من اسوأ حكام اسرة محمد علي، ويمكن هو الوحيد اللي ممشيش على نهج جده، واتصف عصر عباس حلمي بالرجعية. وبعدها أصيب محمد علي بالبارانويا والزهايمر، وبيقول نبار باشا في مذكراته إن محمد علي أصيب باضطراب عقلي، وبقى بيخبي ضعف قواه العقلية بالتزام الصمت لفترة طويلة. وبيحكي نبار باشا إنهم كانوا في مرة في رحلة علاج في نابولي، وسمع محمد علي عن الثورة اللي قامت على صديقه لويس فيليب ملك فرنسا، وبسبب الجنون محمد علي بقى بيهدد إنه هيروح يحارب الثوار، وإنه كمان حط خطة للحرب. وده اللي خلى الأطباء يفقدوا الأمل في شفائه، وطلبوا منهم إنهم يرجعوه على مصر. واتعمل وقتها مجلس وصاية عليه، وبقى إبراهيم باشا هو اللي بيحكم مصر، وبقى محمد علي محبوس في أوضته. وفي أوضته محمد علي كان قاعد يدخل حروب ضد العثمانيين والإنجليز، وكل مرة كان هو اللي بيهزمهم طبعا. وأما عن إبراهيم فعانى في آخر أيامه من السل، وكان مصاب بالأرق المزمن، وكان نومه متقطع، وكان بيجيله كوابيس في الوقت ده بسبب ضحاياه في الحروب، وربما ده كان بيحصل بسبب الندم وشعوره بالذنب. لحد ما مات إبراهيم باشا في يوم 10 نوفمبر سنة 1848 بعد ما حكم مصر 6 شهور. وبعد وفاته محدش مشي في جنازته إلا الفلاحين، وبعته لعباس حلمي علشان يجي يتولى حكم مصر. وفي الوقت ده كان عباس حلمي عايش في جدة علشان ما يحتكش بعمه وبجده. وبعدها ب9 شهور مات محمد علي سنة 1849، وكل اللي خاف منه محمد علي حصل. عباس حلمي ضيع كل جهود جده وعمه، وحتى ما عملش لمحمد علي جنازة تليق بيه. وفي النهاية محدش يقدر ينكر ان محمد علي هو واحد من اعظم الشخصيات اللي ظهرت في تاريخ مصر. محمد علي اللي عاش في مصر 48 سنة، دخلها جندي عادي وقدر يوصل فيها لانه يبقى مؤسس مصر الحديثة. وعلى الرغم ان هو اللي اطلق اللقب ده على نفسه، الا ان محدش من المؤرخين قدر يعارض محمد علي فيه. وفي كتابه عصر محمد علي ذكر المؤرخ المصري عبد الرحمن